السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي بترش برفان؟ بترش صح ولا بترش غلط؟ هو في رش غلط ورش صح؟ طبعا في رش غلط ورش صح. في اخطاء كتير اللي هي افتكاسات كتير قوي بنعملها في العطور واحنا بنرشها. طبعا هي مش كيمياء، وانا مش هعرف ارش يعني ازاي. ممكن تكون بترش غلط، في حاجات تساعد ان انت ترش صح وتبقى فواحة اكتر. فاحنا عايزين نعرف ازاي نرش صح. نبدأ الاول، هل العطر عندك اوبشن زيادة، ولا فعلا انت حابب العطر وعارف انك لازم تمشي متعطر في الشارع؟ العطر جزء لا يتجزأ، هو اللي فيه شخصيتك، بيتكلم عن شخصيتك. النوع اللي بتنقيه ده نابع من جواك. بتلاقي اختلاف في الاذواق كتير جدا، ده عايز الفواح، ده عايز الهادي، ده عايز الشجري، ده عايز حاجة تكون كلها اخشاب وجلود. شخصيتك بتخليك وانت بتنقي العطر عارف بتنقي ايه بالظبط. يبقى عرفنا ان العطر جزء زي كل الروتين اللي بتعمله كل يوم. مفيش حاجة اسمها ايه، انا هحط عطر بس وانا رايح الفرح، هحط عطر بس وانا في المناسبة الفلانية. لازم تحافظ على ريحة جسمك وانت ماشي. الناس بتنقسم لكذا جزء. اول جزء الناس اللي مش في دماغها ايه احط برفان ازاي يعني. العطر بالنسبة لهم اوبشن، يعني لما يكون في فرح ممكن او حد معاه اديني بخ. في ناس مرة تحط مرة لا، وقت ما تفتكر تشتري الازازة عشان لازم يبقى عندي الازازة على التسريحة وخلاص. وفي ناس عارفة ان اساسي العطر ده، زي ما بقوم الصبح تغسل سنانك، بتتوضى، بتسرح، تلبس عطر، جزء لا يتجزأ. انا دلوقتي انسان مهتم بالعطور، هحط ايه واحط ازاي؟ قبل ده لازم نعرف التركيزات بتاعة العطور. طب انا هحط انهي تركيز فيهم؟ طبعا دي التركيزات بتاعتها. نيجي بقى للاخطاء. اول خطأ الرش تحت الباط. مفيش حاجة اسمها رش تحت الباط. تيجي تعمل كده انت اللي هتزعل وهتزعل الناس اللي حواليك. مينفعش ترش تحت باطك خالص. العطر مع ريحة العرق بيعملوا ميكس، صدقني هتزعل. تاني خطأ الافراط. احنا عارفين ان كل حاجة لا افراط ولا تفريط، الوسط حلو. كتر الرش مش هو دوت اللي هيخليك حلو. اما تقعد ترش شمال ويمين وفوق وتحت وتبهدل نفسك وتغرق نفسك كده، انت مش سكر على فكرة. كده انت هتعمل ايه؟ اي حد هيشمك وهو قاعد جنبك او في مكان مغلق هيجيله صداع. بدل ما يبقى معجب بيك ويقول لك معلش عايز اسم البرفيوم اللي انت حاطه دوت، معلش العطر دوت اسمه ايه، جميل جدا. ده اللي انت متخيله، ده اللي في خيالك اول ما تقعد ترش. انما بالعكس هتلاقي التصرف غير كده خالص. لو انت في مواصلات او في مكان مغلق هتلاقي كل اللي حواليك جالهم صداع، يبقى نفسهم تمشي عشان يرتاحوا من اللي انت بتعمله. تالت خطأ معانا الرش عند البطن. تمسك الازازة بتاعتك وتديها. مفيش حد بيرش كده، انا ما شفتش رش في البطن خالص. دي انت هتستفاد من الرش دوت؟ لا هي هتطلع عليك وتشمها، ولا هي هتفوح، ولا هي ليها اي لازمة. هو بس الحاجة الوحيدة فيها انك بتخلص الازازة دي. رابع خطأ الفرك. ايه هو الفرك؟ انك تمسك البرفم وتحط وتروح فارك. الفركة ديت بتسخن العطر وتخليه يطير بسرعة، بتخلي الجلد يشربه، لا هو هيفوح ولا انت هتستفاد بيه. في حاجتين برضو متعلقين بالاخطاء للرش، اللي هي ايه؟ انك تحط البرفم بتاعك في الحمام وانت بتاخد دش، او ان انت تشيله في مكان سخن. طب يا عم الحاج انت دلوقتي لفيت بينا وعمال تقول لنا الاخطاء ومش الاخطاء، الصح ايه؟ نرش ازاي؟ انا اقول لك ترش ازاي. اول حاجه تعرف انك لازم ترش في مكان النبض. فين مكان النبض؟ اماكن النبض اللي في جسم الانسان منها هنا، منها هنا، منها هنا، ورا الودن على طول، دي اماكن نبض. طيب ليه الاماكن نبض؟ اماكن النبض ديت بتبقى سخنه والحرارة فيها أعلى من درجة حرارة الجسم. ده بيساعد على فوحان العطر. أما ترشه العطر بيفوح أكتر وبيقدر غيرك يشمه أكتر. أول مكان ورا شحمة الأذن هنا، هرش هنا هو بخة
وبخ. فين تاني؟ اخر الشعر اللي هي القفا، هروح حاطط بخه تاني واروح حاطط هنا بخه، ويا دوب اطمنهم تطمينه بسيطه كده، مفيش فرق. اشمعنى الاماكن دي اللي بنرش فيها؟ انا اقول لك اشمعنى ليه. عشان هنا وهنا غير ان هي اماكن النبض وان هي اعلى حته في الجسم، وان الهواء لما بيقابلها بتفوح العطر، ليها حكمه تاني. احنا في شعب مصر ما شاء الله علينا عندنا ثقافه البوس. لو انا معاك ورايح على السوبر ماركت، سبتك ثواني بس اروح اجيب حاجه واجي، لو سبتك ودخلت السوبر ماركت ورجعت يا ما شفتكش بقالي 5 دقايق، بروح مسلم عليك وبايسك. احنا لازم نشوف بعض نسلم ونبوس. فبما ان دي الثقافه بتاعتنا، يبقى هنا وهنا احسن مكان تشم العطر لما يجي حد يقابلك ويروح بايسك من هنا ومن هنا. طيب القفا ده ايه؟ القفا ده بقى هو ده بتاع الزيطه. يعني ايه زيطه؟ انا ماشي وسايب ورايا اثر العطر بتاعي، ده زيطني بقى وعمل لي الشغل كله اللي انا عايزه. يبقى قفاك اول مصلحه يعملها معاك. اما هنا فده عشان السلام، لما بتيجي تسلم بيبقى البرفيوم بتاعك بيبقى موجود في ايد اللي بيسلم عليك، وديت الحكمه من ان احنا بنحط هنا. طبعا الاماكن ديت انا يعني ناس خبراء اتكلموا عنها كتير، بس انا مش مرجحها. وفي ناس اتكلمت انك بتحط في السره، ليه مش فاهم، على اساس ممكن يكون عشان عندهم هما بيمشوا عريانين يعني. ديت الاماكن اللي المفروض نرش فيها الرش الصحيح. وممكن كمان تاخد معاك حاجه زي كده، مثلا ربع طوله ولا حاجه، بتاخدها معاك الدنيا خلاص حاسس ان العطر مش شغال، برش بحط حته كده وحته كده واطمنهم تاني. وممكن احط على نفس الاماكن اللي انا بحط منها. طبعا الكلام دوت للي بيرش على الجسم. احنا في ناس كتير ما عندهاش ثقافه الرش على الجسم، كله بيرش على الملابس. طيب انهي الصح وانهي الغلط؟ في ناس قالت ان ما ينفعش ترش على جسمك عشان جسمك ما يلتهبش، وفي ناس قالت لا، العطر اصلا بيترش على الجسم ما ترشش على الملابس. طيب احنا عايزين نجمع بين دوت وبين دوت. احنا كده كده اوريدي احنا بنرش على اللبس، بس في حاجات لازم نتبعها اللي هي ايه؟ يعني اولا الرش اذا كان على الجسم او على الملابس ما ينفعش ان انا ارش قريب، لازم ارش يا دوب مثلا 20 سنتي او حاجه و20 سنتي، شبر كده اهوت، اقدر ان انا ارش منه. عندك ان العطر هينتشر اكتر وجسمي يستفاد منه اكتر. تاني حاجه ما يبقى عليش الهدوم، يبقى هرش على الكتف من فوق وهرش برضو ورا. يبقى كده جمعنا بين دوت وبين دوت. طب في حاجه تاني نقدر نعملها عشان نفوح العطر اكتر ونظبط الدنيا؟ في برفانات معينه للشعر، متبصش الحته دي خالص. في برفانات للشعر. طب انا عايز اسرح واخلي شعري ريحته حلوه، بسيطه جدا. بجيب الفرشه اللي انا بشتغل بيها او المشط وبروح راشش عليه وابدا اسرح كده، بقى شعري متعطر. في حاجه كمان بين مؤيد وبين معارض بس حلوه، اللي هي ايه؟ ممكن بجيب فازلين كويس طبي يكون محترم مرطب وادهنه على الاماكن اللي انا برش فيها واروح راشش عليها، هيفضل ماسك فيه وهيطول معايا وقت الفوحان بتاعه ووقت الثبات بتاعه. وبما اننا في فصل الشتاء دلوقتي، فالرش على الهدوم هيكون مميز جدا وهيكون احسن. طب ارش ازاي على الملابس؟ ارش على الصوف، على الكشمير، على القطن، وده اكتر لبس الشتاء. الرش على الانواع ديت من الاقمشه بيخلي العطر يثبت اكتر ويقعد معايا اطول وقت، بالعكس عن البوليستر والنسيج اللي ما يكونش فيه قطن خالص او يكون فيه صوف او كشمير. بس وبكده يبقى عرفنا الاخطاء وعرفنا نرش ازاي. ويا رب المعلومه تكون نفعتكم. ولازم تاخدوا بالكم ان انا مفيش ولا مره في اي فيديو قلت لكم اعملوا سبسكرايب او لايك او شير للفيديو، او حتى ان انت تقول لي كلمتين في التعليق، وانا مش هقول لك حاجه زي كده. متتوقعش ان هقول لك اعمل سبسكرايب ولايك وشير. السلام عليكم.